وخارج اطر الاجتماعيه دي فبنوصل نقطة لمرحله مهمة لابد أن التعصب. نركز فيها، لكن الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة التونسية حسان العكريمي، وهو من رابطة مشجعي النادي الإفريقي التونسي. أهلا بك حسان معنا في ساعة صباح، والحديث حول التعصب عامة، والتعصب الكروي هو نموذج لنا. حسان، لو تحدثنا عن يعني منذ ما وأنت مرتبط بموضوع التشجيع وبالأخص للنادي الإفريقي التونسي. صباح الخير وتحية طبعا كل مشاهدي الجزيرة مباشر ولكل الحضور. أحيي طبعا الجماهير الرياضية في تونس وخاصة الشعب الكبير النادي الإفريقي الذي سأتناوله كمثال لحديثي اليوم عن مفهوم طبعا ربما ما يقال عنه التعصب الكروي. أولا أريد أن معناها ألطف كلمة تعصب، هو التعصب لأن تفيد ربما العنف في معناها في الملاعب أو كذا. نحن في النادي الإفريقي نحاول طبعا أن نكون متعصبين في الفكر ونطبقه في التفويات، معناها في دخلات التي تعبر عن آراء النادي الإفريقي، عن تاريخه. طبعا نحاول أن نعبر عن التعصب طبعا في الأغاني التي تعبر عن النادي الإفريقي، الألبومات الأغاني التي تمجد النادي الإفريقي، طبعا تحدث عن تاريخه وتورثه الأجيال. طيب قبل أن نتحدث عن النادي الإفريقي سيد حسان، لا السؤال لك بشكل شخصي، يعني متى ارتبطت أنت بالتشجيع؟ وهل هذا نعم. الأمر مرتبط يعني تلقيته من الوالد، من العم، من الخال، أم كيف وصل بك الأمر أن تكون من رابطة مشجعي النادي الإفريقي؟ بالضبط. عمي يحب النادي الافريقي طبعا، واخي الاكبر يحب النادي الافريقي، فوجدت نفسي طبعا في هذه العائله، اجواء الدربيات، اجواء النادي الافريقي الاحمر والابيض. شيئا فشيئا حين يكبر طبعا الانسان يريد ان يبحث عن اصل فريقه، عن تاريخه، عن اصل هذا الانتماء، ويصبح بذلك طبعا نمط عيش النادي الافريقي يوميا. هذا هو طبعا حب يولد معنا، معناها نحن لا نختار، يختارون لنا فنجد أنفسنا في خضم هذا الاختيار ونواصله ونورثه. طب هذا يعني نقطة مهمة كابتن حسان، أسأل عنها كابتن سمير. يعني يكون معنا كابتن حسان، يعني فكرة أنهم يختارون لنا. كابتن سمير، مسيرتك الكروية ما شاء الله كبيرة، هل بالفعل يعني ابن الأهلاوي يطلع أهلاوي وابن الزملكاوي يطلع زملكاوي؟ يعني لا علاقة بمحيط الأسرة، بمحيط التفاعل، ولا من ممكن الأمر يكون في خيارات تانية؟ لا، هو ممكن يبقى في خيارات، ولكن الوضع الطبيعي ان الولد بيطلع بيشوف باباه اهلاوي وباباه زملكاوي. احنا بنتكلم على مصر يعني يعني فهو بينتمي لحب لوالده، وده بيؤثر على الولد نفسه. يعني حتى معظم الماتشات اللي بيشوفها، مثلا ممكن بيشوف الماتشات للنادي الاهلي، ممكن احنا بنشوف الوقت في اشكركم جزيلا على التفاعل. نعود اليك مجاهد. شكرا. مرة اختلفت مع حدا بسبب الرياضة؟ يعني ما اظنش اختلفت قوي يعني، بس ممكن حبة زعل بسيط. شكرا لك بدر. شكرا لك. وشكرا للسادة المعلقين. طبعا التعليق نقف يعني على بعض التعليقات، لكن نرجع لحسان. سيد حسان، يعني انتمائك لفريق الإفريقي، يعني كيف تستطيع أن تعبر عن هذا الانتماء؟ أنت قلت أن التعصب قد يظهر في دخلات الفريق، التشجيع بقوة له، لكن لو تحدثنا عنك أنت، هل من الممكن أن يسيطر عليك أو يهيمن عليك مشاعر وأحاسيس تتعلق بالفريق قبل مباراة هامة ويؤثر ذلك على علاقاتك مع الآخرين؟ شكرا. بطبيعة الحال إذا كانت هناك مباراة هامة مثلا للنادي الإفريقي، سيكون طبعا المشجع قبل المباراة متوتر، هذا عادي، معناها في كل، ليس بالضرورة مع أن يكون متعصب، هو توتر نتيجة الحدث ونتيجة المباراة، وهو أمر عادي. فقط أريد أن معناها أذكر شيء بخصوص التعبير عن حب النادي الافريقي مثلا، او عن التعبير عن حب الجمعيه بالنسبه للجماهير الرياضيه خارج اطار التعصب. في سبتمبر الفارط قام النادي الافريقي بدخله تيفو كبير
فيه إبراز لصورة حنظلة، وهو طبعا الكاريكاتير المعروف للشهيد ناجي العلي. هذه الدخلة جابت طبعا المواقع العربية وطبعا صحيح. مواقع التواصل طبعا حتى الفلسطينية وفي العالمية، وفي ذلك الترتيب الأسبوعي للدخلات في العالم طبعا بما فيها إيطاليا، الأرجنتين، تم تصنيف هذه الدخلة هي الخامسة عالميا في ذلك الأسبوع. هي رسالة من النادي الأفريقي أن المشجعين لهم إلمام بالقضايا العربية، طبعا خارج إطار التعصب. هناك تعصب ربما يكون قبل المباراة، لكن في قضايا الأمة مثلا النادي الأفريقي وطبعا المشجعين يحاولون تأدية الرسالة، وهذا هو طبعا التعبير الذي ذكرته طبعا مسبقا عن كيف تعبر عن فكرة أو كيف تعبر عن تشجيعك الفريق. هو إضافة طبعا للقضية وإضافة طبعا للتشجيع في النادي الأفريقي، أن المشجعين طبعا لا يشجعون فقط الفريق بل يعتبرونه مثلا حمال رسالة أو هكذا. والنادي الأفريقي طبعا كان أهدى في يوم ما رابطة الأبطال لياسر عرفات طبعا الشهيد، وفي خضم طبعا المجريات الأحداث. طيب حسان، يعني عندما يواجه الإفريقي نادي مثل الترجي مثلا، كيف ترى أنت فريق الترجي أو مشجعي الترجي، وكيف يكون التعامل معهم قبل المباراة؟ هو بين النادي الأفريقي والترجي ثم عداء كروي منذ القديم، مع جارين في العاصمة، وبطبيعة الحال طبعا يعتبر الديربي هو فرصة للانتصار وللحديث شهر قبل الديربي وشهرين أو أكثر بعد الديربي. هناك توتر، هناك طبعا محاول لإبراز المباريات السابقة والتتويجات السابقة والديربيات السابقة. طبعا هذا بعد دخول طبعا مواقع التواصل الاجتماعي حيز طبعا الديربيات. كذلك هناك نحاول طبعا أن نغيظ بعضنا، مثلا ذكر أعرض النتائج، التتويجات، التفوات التي يتم استعراضها، وهذه طبعا تدخل في إطار الديربي. لكن احقاق الحق لم يقع ولا مرة طبعا مواجهات خارج إطار طبعا الرياضة، تكون مواجهات في معقول. نعم. أشكرك حسن العكريمي من مشجعي النادي الأفريقي التونسي الرياضية للرياضة. أشكرك حسن العكريمي من مشجعي النادي الأفريقي التونسي، شكرا جزيلا لك. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيوفنا الدكتور أحمد عبد الله العيسى الأخصائي النفسي والتربوي، والكابتن سمير صبري كابتن نادي إنبي ومنتخب مصر السابق ومدرب عام فريق الشحانية بقطر، وكان معنا عبر الأقمار حسن العكريمي. أشكركم مشاهدينا، كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة.